I don't have time. البنك على الاسد يمنع الحسد. خراشي عليا قمر. ازاي تعرفي انه بيحبك؟ ازاي تعرفي ان الراجل ده هو الصح؟ هو ده اللي انا اخترته صح، هو ده اللي انا عايزه اتجوزه، هو ده اللي هكمل معاه بقيه حياتي. تعالي معايا في الريل ده بسرعه واسمعي الكلام اللي كله مشاعر جياشه النهارده هقوله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 1، ودي اهم نقطه يا جماعه، عشان كل مشاكلنا في الطباع بعد الجواز او بعد الخطوبه بتيجي تقولي الحقي بخيل، الحقي نسوانجي، الحقي عنيد، الحقي نرجسي. احنا في غنى عن كل وجع الراس ده. بمجرد ما بتعرف على شخص بشوف الطبع اللي يبقى مناسب معايا. يعني اول حاجه نمبر 1 معايا التفاهم اللي ما بيني وما بينه، وده بيبقى ناتج عن ايه يا جماعه؟ بيبقى ناتج اني انا متقبله الطبع بتاعه وهو متقبل طباعي. يعني انا ممكن اكون بني ادم عصبيه، هيستحملني لما اتعصب واطلع عن شعوري. هو مثلا بني ادم لما بيتعصب بيبقى وحش، هتتحملي حاجه زي دي. فنمبر 1 التفاهم اللي ما بيننا يا جماعه. فاول حاجه لازم يكون في توافق ما بينك وما بينه، فكريا نفسيا، يستحمل طباعك تستحملي طباعه عشان نعرف نكمل الدنيا. لان ده جواز، مش خروجه ولا سهره ولا سفريه، ده جواز يعني حياه تانية يا جماعه. نمبر 2 المستوى الاجتماعي والتعليمي والفكري مطلوب للاسف، لا غنى. مش هقدر اقل عن المستوى بتاعي اللي انا عايشه فيه، مش هعرف. اللي هتقولك لا هعرف وابدا مع صفر دي كدابه، دي بس في البدايات في الحكايات، انما بعد كده اصلا مش هتقدري. فانا بكلمك من الواقع والتجربه، والله مش بضحك عليكي في المحتوى. فلازم يكون على الاقل دراسته زيك يا اعلى مش اقل. لازم يكون السن اللي ما بينك وما بينه على الاقل نبدا من 2 لحد معاكي 7، اخرك 10 ما تزيديش. نيجي للمستوى الاجتماعي، العائلات، يعني مستوى العائلات زي بعض. الحاجات دي على فكره مهمه جدا. السسبنس في المواضيع دي مهم جدا يا جماعه. لازم يبقى متشابه او شبهك عشان ما تتعبيش، ما تاخديش حد اقل منك وتتعبي. طيب رقم 3 بقى يا فلورز الحلوين، العنصر ده لا غنى عنه، بس لازم يكون رقم 3 الحب. لازم تكوني بتحبيه. انا عن نفسي كأمان الاباجوري ضد جوازات الصالونات، بتستمر ولكن بيبقى في حاجه ناقصه. يعني معظم الناس جوازات الصالونات بتستمر بس في حاجه ناقصه، انما على الحب بيبقى في لهفه، في شغف، عايزه اروح عشانها، انا مستنياه، بقوم اعمل اكل عشانه، انا عايزه اخلف عشان منه، انا ممكن اجي على نفسي عشانه. الحب مطلوب يا جماعه، مطلوب في الجواز، عنصر لا غنى عنه، بس يفضل يكون رقم 3، لانه لو طلع رقم 1 الجوازه باظت، رقم 2 الجوازه باظت. فانا الحب يبقى رقم 3، عنصر لا غنى عنه بس رقم 3. الحب بيخلي الدنيا ليها طعم، ما بيخليهوش يخونك، بيخلي كل حاجه في الدنيا كده طالعه منك فراشات، بيخليكي انت مبسوطه، انت عايزه تستمري في الدنيا. لكن الصالونات بتستمر واهالينا كلها متجوزين بيها، بس مفيش شغف، ودي حياه عايزين نعيشها. شيروا الفيديو.